تريدون طريقة مخلل البصل نسويه طرشي؟ تعالوا ويانا شوف شلون راح نسويه ولا اطيب منه. تعالوا. يابا اليوم طرشي البصل ضربه بخشمي وقلت لازم اسوي اليوم الطرشي. طرشي البصل ويا كل المشاوي يصير ويا التشريب وما ينشبع من عنده، فقلت لازم نسويه سويه. والما يسوي طرشي البصل ويذوق طعمه صدقوا عمره خساره. تعالوا ويانا شوفوا شلون راح نسوي طرشي البصل. عندنا البصل وخلينا مي على النار ونضيف الخل ونضيف الملح ونخلي البصل هو وقشره. الفلايتين هذني باردات وعندنا هذا مي الشطة زين. وراح ناخذ من هاي نص ملعقة هاي معجون فليفلة نخلي ويا الفلفل، وهنا قطعناه وخلينا قطعتين مال فلفل حار وندير المي وندير شوية معجون الفليفلة على مود يعطينا نكهة وطعم للطرشي مال البصل. بهاي الطريقة وكلش كافي. هسه بعد ما خليناه على النار بس يفور هيجي شوية نطفي الطباخ ونخليه جوا البوري نغسله بالمي البارد. هسه قصينا واحدة واحدة ونذبها بالشيشة. بسم الله. هسه خلينا جوا الفلفل زين، وخلينا البصل بعد ما فلسناه من القشر، وهاي الشطة البقت والفلفل بارد ونديرهم كليتن فوقها. وش نخلي شوية ملح. بسم الله. شوية ملح وبعدين خل التفاح نخلي فوقها، خل التفاح او خل ابيض او خل التمر. بسم الله. على مود الملح يتلابس ويا البصل، وهاي الطريقة الصحيحة. تريدون تسوون الطريقة الصحيحة نفس هاي الطريقة تسووها وما حد يخسر. بسم الله. هذا الطرشي البصل سويناه بعد ما صار له 3 ايام. شوفوا شلون صار، ريحته تخبل. بسم الله. وهسه راح نجرب طعم الطرشي شلون شكله شقد حلو ويخبل. شوفوا ما شاء الله. شو نسوي هسه؟ نجرب طعمه. نسمي بسم الله ونذوق. والله طعمه يخبل كلش طيب. هو اليابه خاصة ويا المي مالته كلش طيب. هذا ويا كل الاكلات يصير، خاصة ويا المشاوي يخبل. اي والله. الله. سلامكم العافية وبعد السلامة. مع السلامة.
واليابة. تريدون طريقة مخلل البصل نسويه طرشي؟ تعالوا ويانا شوف شلون راح نسويه ولا اطيب منه. تعالوا.